الترند بقى اللي طالع الفترة دي كل العربيات والموتوسيكلات الكهرباء. حبينا بقى النهارده ان احنا نركب الترند ونبقى كمان مع الترند بالعربيات الجولف كار. تعالى بقى نشوف امكانيات الجولف كار في الفيديو ده. لايك وسبسكرايب، ما تنسوش الدعم دايما. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى في حلقه جديده. يمكن الحلقه دي بعيد عن النمط بتاع شغلنا اللي هو الموتوسيكلات، بس احنا دايما بنحب ان احنا نجيب حاجه تبقى راكبه الترند او هي اللي موجوده في السوق دلوقتي. بس انا بقى بيجي في بالي سؤال كده، وانا عارف برضو ان هو بيجي في بالك. انا هشتري جولف كارت او هشتري حاجه الكتريك ليه بثمن قريب من العربيه الجولف كارت عموما. دايما اكتر الناس زمان كنا بنشوفها لما بنطلع زي مصيف، بنطلع مثلا اي فندق، بتلاقي دايما كده في الفندق او في الاوتيل بتلاقي في عربيه جولف كار بتيجي تاخد الشنط بتاعتك، بتيجي توصلك من لو مثلا في ريزورت مثلا طويل او حاجه، فيقول لك ايه احنا هنوصل الناس من هنا لهنا بالسبوت بتاعتنا عموما بالجولف كار. بس الموضوع طبعا دلوقتي احنا في 2023 بدا يتغير وبدا ياخد وي تاني خالص. انا قاعد النهارده في الساحل الشمالي في كومباوند، هروح البحر، فانا مثلا عشان ابهدل العربيه وابهدل حاجتي اقول لا انا مش عايز ابهدل عربيتي، فانا هجيب حاجه تبقى في الاول في الاخر سيفتي وسرعتها مش بتجري كسيفتي عموما، ان هي تمشي جوه كومباوند جوه ساحل ما تاذيش حد، وفي نفس الوقت برضو ان هي تستحمل البهدله. عشان كده لو شايفينها هي ملهاش بيبان ولا عليها اي حاجه، لان هي يعتبر حاجه مصيف او حاجه للاستخدام بتاع الجو اللي هو الدنيا عاديه، مش جو بقى مطره وكده، لان دي عمرك ما تقدر تمشي بيها في المطره او في الطين، لان هي طبعا من غير كفرات او من غير بيبان او حاجه مغطياها، فهي الشكل بتاعها بيدل على ان هي استخدام صيفي. لما تيجي تشوف الشكل اللي قدام هتحس ان انت راكب دبابه. وهو دلوقتي ده اللي بقى يثير الناس، ان هم عايزين حاجه ملفته، مش من الحاجات بقى بتاعت زمان اللي هي تحس ان هي لونها ابيض وشكرا على كده. وبرده من الحاجات المميزه في الجولف كارت ان هي كهرباء. طبعا الكهرباء بتريح بالك جدا من حوار الصيانات ومن حوار بقى ان مفيش بنزين. انت مجرد ما بتوصل للشاليه بتاعك او الفيلا بتحطها في التشارجر بتاعك بتاع الفيشه العاديه ال 220 وبتسيبها 6 ساعات 7 ساعات بتشحن الفول تشارج، وبعد كده تقدر تتحرك بيها. تاني نقطه ان هي سرعتها مش قويه، فسيف جدا جوه تتحرك في الاريا، ما تخافش يعني منها. احنا معانا النهارده ال6 سيت. ايه بقى الفرق ما بينها اسامه ما بين الشغل الستاندر او الزد؟ احنا الموديل ده معانا هتلاقي اسمه اوف رود. الاوف رود طبعا زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه بيهتموا بيها الكاوتش الاوف رود الجنود دي الومنيوم جنط 12. هنا عندك الكشافات قدام عاملينها لك ليد برضو، وجوه الاشاره وعاملين لك كده زي براكت ان هو يدخل جواه الفانوس، وعاملين لك هنا شبكه حديد عشان خاطر لو انت رايح البحر عايز تحط حاجات شنطك دنيتك. وده بالبريز برضو، بس احنا عشان لسه ما فتحناهوش ده بيتفتح لغايه فوق هنا بحيث ان هو يمنع اي تراب اللي سايق يبقى ما يدخلوش هواء او تراب جامد. طبعا هنا هندخل جوه عند السايق. هنا عندنا الدركسيون عادي جدا ما فيهوش اي فكر. هنيجي بقى هنا عند التابلو هنلاقي عندنا ان هنا في درجين، درج يمين ودرج شمال. لما نيجي نفتح هنا الكونتاكت هتلاقي هنا عندك 2 سكرين وكاسيت. السكرين دي وظيفتها حاجه واحده بس، ان هي بتبين لنا السرعه اللي ماشيه بيها الجولف كارت والشحنه قد ايه. اهو زي ما انتم شايفين كده هي فيها كل الشحنه دي والعداد ده. طبعا هنا عندنا الكاسيت، ودي سكرين تانية بقى بتتوصل بيها بالموبايل بلوتوث، تقدر تجيب لك بقى ايه الاغاني اللي انت عايزها، راديو عايز تشغل حاجه كله، ممكن تحط فلاشه. طبعا هي العربيه مزوده بساوند سيستم، هي مزوده هنا بساوند سيستم هنا والناحيه الثانيه، فطبعا لو وصلت التليفون بتاعك هيعمل بيرنج على طول، هتلاقي الاغاني اشتغلت وبصوت حلو جدا. سامعين بقى السماعات. طبعا هنا عندنا بقى حاطين لك 4 كاب هولدر. هنا بقى عندك الفرامل، وهنا عندك البنزين. الفرامل البريك دي عموما بتعشق لما تدوس عليها جامد. بص اول حاجه هنا انت بتفتح الكونتاكت، دي اول نقطه بتظهر عندك ان الشاشه ادت. شايفين الزرار ده عندك سهم تحت وسهم فوق. السهم فوق ده يعني انت خلاص هتمشي لقدام خلاص، السهم اللي تحت ده يعني انت هترجع ورا. الموضوع مش محتاج اصلا مجهود ولا محتاج اي حاجه. طبعا السكرين هنا عندنا تاتش، تقدر بقى تعمل بيرنج وتوصل التليفون وتتصل باي حد حتى من السكرين اللي قدامنا دي. دلوقتي احنا عايزين وقفنا وعايزين نعمل او نوقفها على الهاند بريك، تمام؟ فاحنا هندوس هنا ضغطه جامده كده زي ما انتم شايفين. طب انا عايز افك الهاند بريك، اروح دايس كده وطالعه تاني، اجي هنا اروح مطلع السهم لقدام كده، خلاص ان انا همشي قدام. بص اهو الموضوع بقى سهل جدا، واتحرك بقى بالايه بالدركسيون. طيب حابب ارجع بقى ورا، اروح جايب السهم لورا، هتلاقي حتى في كده في صوت الارت بيقول لك ايه ان هو راجع لورا. بس كده الموضوع بسيط جدا، ان هو بنزين وفرامل. عايز اجيبها بقى على المور ما تتحركش ولا قدام ولا ورا، هروح موقفها كده في النص، هي كده وقفت. طب بص هي بتتحرك، اروح انا ايه
دايس على الهاند بريك تكون واقفه. هي طبعا هي ما اسمهاش هاند بريك، هي اسمها ليج بريك. الهاند بريك دي اللي هي في الجنب. من الحاجات برضو المهمه ان انتوا هتلاقوا هنا احزمه امان في اليمين والشمال في كل السيتس عموما، ودي حاجه من السيفتي برضو كويسه جدا. طبعا بالنسبه للقعده زي ما انتم شايفين، انتوا عارفين ان انا طويل، فانا بالنسبه لي قاعد برضو كويس، يعني انا قاعد مش متضايق. طبعا هيتكفي شخصين. وهنا عندنا المكان بتاع التشارج عشان لما تيجي تشحنها في البيت ولا اي حاجه، هنا مكانه بتحطه، وفي نفس الوقت هنا بيقول لك الشحن قد ايه. من الحاجات برضو الجميله هنا هتلاقي طبعا عندنا الحته الخلفيه او الظهر بتاع الجولف كارت، هتلاقي هنا حاطين لك كاب هولدر يمين وشمال. مش بس كده، كمان لو انت حبيت يا عمرو ان انت تلغي حته الكرسيين اللي ورا ومعاك شنط، معاك عوامات، معاك حاجات كتير، هتقدر بص تضغط كده وتجيبها كده. بص بقى قلبت ايه، بقت المسطح ده كله تقدر تحط عليه شنطك، تحط عليه اي حاجه. طيب هنا في ايه؟ هنا برضو عندك تقدر تحط اي حاجه، شنط برضو، تخزين. عموما هم كمكان ستورج هم حاطين لك ستورج كويس جدا. ايه فايده دي؟ فايده دي ان هي انجن جارد للي راكب ورا، لا قدر الله لا قدر الله لو في اي حادثه حصلت او حاجه مثلا خبطت فيك ورا، هتخبط في الحديده مش هتخبط في الناس، لان طبعا انا قاعد هنا، فلا قدر الله في اي حاجه هتيجي في الحديده مش هتيجي فين؟ في رجلي. طبعا زي ما انتم شايفين كده هم حاطين لك بقى عواكس ورا على البلاستيك ده، وبرده لو في ناس بتحب تشيله مفيش مشكله، بس طبعا لو شالته الناس مش هتعرف تقعد. هنا عندك الفوانيس الخلفيه مع البامبرز كده المنفوخه، تحسسك ان انت بشكل الاوف رود او تحسسك بالاجواء بتاعه الاوف رود. وبرده من الحاجات الجميله جدا حته السلاح اللي طالع عشان خاطر تقدر تدوس عليه وتطلع تقف، ودي برده بتعيشك في جو الاوف رود. طيب هنيجي نتكلم على المواصفات او الخواص بتاعه العربيه دي. مبدئيا العربيه دي بتطلع 6.7 هورس باور، هنقول 7 هورس باور، ومحدش يضحك على الموضوع يقول لك ايه يا عم 7 دي شبه الفرخه مش هتجري. هي اكيد مش هتجري لان هي الكتريك وهي ليها استخدام خاص جوه الكومباوند او في الساحل، فانت مش عايزها تجري. التوب سبيد بتاعتها 20 25. التوكيل بيقول لك ان انت تقدر تفتحها لحد سرعه 40 كماكسيمم سبيد، بس لازم ترجع للتوكيل ان هو يفتح لك الكنترول بتاعها. الكنترولات اللي موجوده كلها هنا كنترولات تويوتا، فدي حاجه كويسه ان هي يبقى الكواليتي بتاعتها ياباني. هنا عندنا 5 بطاريات، البطاريات ليد اسيد مش ليثيوم، ودي برده من الحاجات اللي احنا لو جينا قارناها في السوق هنلاقي ان شركه رايا ممكن هي في السعر سعرها متوسط عن بقيه الكومبيتيتور او المنافسين اللي موجودين، ودي اللي بتختلف في البطاريه، ولكن هم عاملين لك ضمان على الجولف كارت عموما والبطاريات 1.5 سنة، فدي حاجه كويسه جدا. وكمان حاطين لك ميزه ان هو حاطط لك هنا الكول سنتر بتاعهم، تقدر تتواصل معاهم في اي مشكله، وبيجوا لك في خلال 3 ايام من مكان السبوت بتاعتك، بيبعتوا لك حد من الشركه بيفحص العربيه وبيعمل بيها ريبورت وبيبلغك، ولو في حاجه عليهم هم بيشيلوها بدون اي تكاليف ليك خالص. العربيه دي 5000 واط، في منها نازل منها الوان كتير، الاصفر والازرق والاسود والجراي واللون كده اللي هو اللبني المطرقع، فهم عاملين لك تشكيله كويسه جدا. مش بس كده، كمان عاملين لك من دي كمان الفور سيت، يعني انت لو مش حابب تركب 6 سيت هتلاقي عندك الفور سيت. سعر العربيه دي عموما في وقت رفع الفيديو 330,000 جنيه، ولو انتوا حابين تشتروها في الساحل او في اي فروع بالقاهره، احنا لينا دلوقتي فرع في الساحل عند قريه امواج بوابه 1، تقدروا برضو لو حابين تيجوا تتفرجوا عليها او على بقيه الموديلات شرفونا. طبعا العربيه طولها 3 متر ونص، العربيه طبعا مجهزه فيها كلاكس زي ما انتم شايفين كده، وفيها اشارات وفيها نور عالي وواطي. كمان برضو من الحاجات اللي مميزه في العربيه ان هي بتمشيك من 60 ل 80 كيلو على حسب الافراد او على حسب الوزن اللي على العربيه، وبتشحن من 8 ساعات ل 10 ساعات. لو هتسيبها في الشحن العادي بتاع البيت هتشحن، ممكن تشحن طبعا اقل من كده كمان لو انت اصلا في البطاريه تشارج، بس لو هي فاضيه خالص هتشحن من 8 ساعات ل 10 ساعات. وزن العربيه 600 كيلو، فما تستهونوش ان هي خفيفه، لا العربيه تقيله، يعني برضو حاجه ماشيه على الارض مش على وضعها يعني. وطبعا الناس اللي كانت بتسال على موضوع البطاريات فين، هنا في النص هتلاقي هنا عندك ال5 بطاريات، هم حاطين لك كده كفرات عليها ووتر بروف عشان لو ميه جت عليها لا قدر الله تشرب هنا ما تجيش على البطاريات. واخيرا بقى دي مش اخر موديل في الجولف كارت اللي احنا هنصور عليها، ده موديل واحد منهم، فلو انتم مهتمين استنونا في فيديوهات جايه معاكم. اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات.